عالم أحياء بياكل الإندومينوس ريكس لأول مرة وبيدخل إيده كلها لجوه، وفي الوقت اللي بيتردد فيه صدى طرقعة الصوابع بينفجر في ضحك هستيري مجنون. زميله اللي واقف جنبه ما بيحركش ساكن عشان يمنعه، بدل ده بيفتحوا إزازة عصير عشان يحتفلوا، لأن البشرية أخيراً نجحت إنها تستولد الإندومينوس ريكس. ولكن وهو بيشوف كل ده بيحصل قدامه، ليو بيتجمد في مكانه وبيبقى على وشك إنه يفقد السيطرة على نفسه. المشهد ده متطابق بالملي مع مقطع شافه من فيلم جوراسيك بارك، هو بالظبط. لو كان فاكر صح، عشان يمنعوا الحوادث، عالم الجوراسي في الأصل خلى عنده دكر ونتاية من الإندومينوس ريكس. النتاية كلت الدكر، وحظ ليو إن هو الدكر ده. وفي الوقت اللي ليو كان مقتنع فيه إن نهايته خلاص قربت، بتظهر شاشة فجأة قدامه، محاكي دمج الجينات، نفس اللعبة اللي كان بيلعبها في حياته اللي فاتت. من خلال إنه يصطاد حيوانات تانية يقدر يمتص جيناتها ويدمجها. جين التيركس قوة العضة، جين الرابتور سرعة الجري، جين الجيجا نوتوسور سنان عاملة زي المنشار، جين الحبار تغيير اللون والنمو السريع، جين التعبان الإحساس بالحرارة. ليو بيراجع بتركيز كل قدرة جينية بيمتلكها دلوقتي. هو عارف إن أهم حاجة عنده دلوقتي هي إنه يفضل بعيد عن الأنظار ويكبر في الذرة، وبعدين يهرب من الحديقة دي. لأنه بناء على أحداث الفيلم، عالم الجوراسي في النهاية هيتدمر ويبقى فوضى بسبب الإندومينوس ريكس، وجزيرة نوبلر نفسها هتتدمر بعدين لما البركان الخامد يثور. في الوقت ده الدكتور هنري بيقرب وهو مبتسم وشايل حتتين لحمة بقري طازة. الإندومينوس ريكس هي التحفة الفنية بتاعته، وأكيد هتجيب أرباح خيالية لعالم الجوراسي. بس أول ما بيتحرك عشان يأكل متاية الإندومينوس ريكس، الصغير بيهجم فجأة وبيفتح بقه المليان بسنان خشنة زي المنشار وبيعض إيد الدكتور هنري. عضة واحدة وكانت هتقطع صوابعه خالص. أيوة كده أحسن. الدم بينزف من إيده، ومع كده تعبير وش الدكتور هنري ما تغيرش أبدا، بالعكس ابتسامته بتوسع أكتر. ليه حاسس بده عن قرب، بالوحشية الصافية لنتاية الإندومينوس ريكس اللي ظهر بوضوح من لحظة ولادتها. هو محتاج يكبر أسرع، وإلا مش هيكون عنده أي فرصة قدامها. دي أول مرة ياكل فيها لحمة نية، بس حاسة التذوق الديناصورية بتاعته بتخلي كل قطمة مرضية بشكل غريب. استهلك لحمة بقري، نقط الجينات زادت نقطتين، ولما بيشبع بيكون ليو جمع نقطة جينية واحدة بس. ليو بيهرش في إيده وعينيه بتلف وهو بيفكر، وبيصرف النقطة الجينية الوحيدة دي على قدرة النمو السريع لجين الحبار. الحبار دورة حياته قصيرة جدا، بس معدل نموه سريع قوي. الحبار العملاق بيكبر من الولادة لحد البلوغ الكامل في يوم واحد بس، ودي بالظبط القدرة اللي ليو محتاجها أكتر حاجة دلوقتي. بس لو كبر بسرعة كفاية هيكون عنده طريقة حقيقية يحمي بيها نفسه. بتعدي 3 أيام في غمضة عين، ليو أخيراً حوش 10 نقط جينية، بيحطهم كلهم في قدرة النمو السريع لجين الحبار. وفي اللحظة اللي شريط نقط الجينات بيوصل فيها للحد الأقصى، بتولع موجة حرارة جوه أعماقه. جين الحبار بيترقى للمستوى التاني، سرعة النمو زادت للضعف عن السرعة الطبيعية. ليو مبسوط جدا، إحساسه إنه يرقي القدرة دي الأول كان صح 100%. جراي كمان عندها جين الحبار وقدرتها على النمو السريع، بس دلوقتي معدل نمو ليو بقى ضعف معدلها. بجسم أكبر وأقوى ومع ميزة ذكاء الروح البشرية، ليو ما بقاش خايف منها خالص. بعد كام يوم بينقلوا الإندومينوس ريكس العالم الجراسي عشان يمنعوهم من الهرب. زرعوا شريحة تتبع في كل واحد فيهم، وفي وقت النقل ليو بيتحبس في قفص مقفول وضيق طول الطريق. بقى واضح جدا لليو إن البشر دول مش شايفينه ككائن حي أصلا، هو مجرد أداة عشان يكسبوا من وراها. لو هو ما بقاش بشري يبقى لازم يكون مستعد يقف ضد البشرية. بعد كام ساعة بيوصلوا ليو وجراي مع بعض للحظيرة، وهي أبعد حظيرة في الشمال في عالم الجراسي. الحظيرة متحوطة بحيطان خرسانة مسلحة ارتفاعها كذا متر، وفي منصة مراقبة إزاز متين ممتدة على طول الطبقة اللي في النص. جوه الحظيرة في غابة استوائية مليانة شجر في كل حتة. ليو عارف إن ده هيكون بيته وبيت جراي من هنا ورايح، بيت بالاسم بس. في الحقيقة ده قفص، حيطان عالية من كل ناحية زي ضفدع عايش في قاع بير. حتى لو ساب جراي على جنب، ليو نفسه حاسس إن قعدته هنا لفترة طويلة هتجننه هو كمان.
بس الهروب دلوقتي لسه بدري قوي. حتى لو هرب بأي طريقة، البشر اللي بره يقدروا يرجعوه بسهولة. جراي كانت متعصبة جدا أول ما دخلت، وبدأت تجري بعنف في كل حتة في الحظيرة، وتعضب الحيطان وتخربش فيها بضوافرها. أما ليو فكان بيمشي بهدوء في المكان، بيبص على التصليم وبيستوعب كل حاجة. ولما بيبص على منصة المراقبة، عينيه العادية مش قادرة تشوف من ورا الإزاز العاكس، بس باستخدام الإحساس بالحرارة بتاع جين التعبان اللي عنده، بيقدر يشوف بوضوح البصمات الحرارية للأشعة تحت الحمراء اللي طالعة من أجسام بشرية كتير على الناحية التانية. البشر دول مش حاسين بحاجة، وهم بيبصوا في الضلمة بتبصلهم هي كمان. ليو مش مهتم بيهم خالص. بحسب حساباته، النهاردة بيكمل أسبوع من يوم ولادته. جين التيركس، قوة العضة بتترقى، قوة العضلات زادت للضعف عن السرعة الطبيعية. في الكام يوم اللي فاتوا، النقط الجينية اللي حوشها راحت كلها تقريبا لقوة جين التيركس. ليو بيفتح شاشة الإحصائيات بتاعته. الاسم ليو، العمر أيام، النوع اندوميمس ريكس. الذكر في أسبوع واحد بس. جسمه كبر بشكل ملحوظ، وبالمقارنة جراي دلوقتي أصغر منه بحجم كامل. ومع كده ليو مش بيقلل حذره ولا لحظة. قدامه خيارين بالظبط دلوقتي: يا يقتلها ويخلص من التهديد ده خالص، يا يخليها تخضع ليه. في الناحية التانية من الحظيرة، جراي بتطلع زئير غاضب. بعد ما تقبلت إنها مش هتقدر تهرب، ما كانش قدامها حل إلا إنها تستسلم. فجأة بيطلع صوت مكنة مألوف من ورا الحيطة. وقت الأكل. ليو بيروح ناحية الأكل زي عوايده، عشان يلاقي جراي خدت حتة اللحم الضاني كلها لنفسها، وبتزقر في وشه بتحذير واضح جدا. هي بتحمي أكلها دلوقتي. ده أول تفاعل حقيقي بينهم. إثبات السيطرة حاجة مهمة. في الفيلم، الذكر الاندومينس ريكس كان بيتظلم من النتاية من البداية لحد ما كلته. ومع ميزة الحجم والقوة اللي عنده دلوقتي، ليو مش ناوي يخلي ده يحصل، وبيوجه فكه على طول ناحية رقبتها. جراي بتقاتل بشراسة، وبتعض وتخربش من غير تردد، بس ليو بيوصل الأول، وبيضغط على رقبتها وبيلفها على جنب. بيوقعها على الأرض وبيخليها تخبط فيها جامد. وحتى وهي متكتفة ومقطوع نفسها، جراي بتكشر عن أنيابها، ورقبتها ناشفة ورافضة تستسلم. واللي بيحصل بعد كده هو ضرب مبرح وشامل ومن غير أي رحمة. بالرغم من صغر حجم ليو، القوة المضاعفة ورا كل ضربة كافية جدا عشان تسبب أضرار كبيرة لجراي. بعد كام دقيقة، جراي اللي اتخبطت كذا مرة في التراب بتنهار في النهاية. بتتقلب على ظهرها، وبطنها مكشوفة كدليل على الاستسلام. حاجة تكسف. انت فعلا ولا حاجة. دلوقتي عرفتي مين المعلم. ليو بيسيبها ويقوم عشان ياكل وجبته. تدريب الحيوانات بيبدأ صح من بدري. جراي بتفضل نايمة على ظهرها من غير ما تتحرك، وبتراقب ليو وهو بياكل الأول من غير ما تجرأ تتحرك. ولما ليو بيخلص ويزقر، بيسمح لها تقرب من الأكل. صح، جه الوقت إنه يسميها. في الفيلم، الرابتور الأساسي اللي روضه بطل الفيلم كان اسمه أزرق. نتاية الاندومينس ريكس حلاشفها لونها أبيض رمادي، عشان كده سماها جراي. ومن اليوم ده انضاف روتين جديد لحياة ليو اليومية، وهو تدريب جراي. الوقت بيطير. بعد 3 شهور من ولادتهم جوه الحظيرة، بيرموا لهم خنزيرة حية. وهم مستخبيين بين الزرع الكثيف، ليو وجراي بيفترقوا ويقربوا بهدوء من ورا. في اللحظة اللي بعدها، ليو بيندفع من مخبأه سريع زي البرق، وبينزل في الهواء وبينزل على الخنزيرة. الخنزيرة بتقع على الأرض وبتصرخ برعب. فك ليو بيقفل على رقبتها، وفي نفس اللحظة جراي بتقرب وبتغرس سنانها في بطن الخنزيرة. مفيش وقت طويل وبيسكت الصراخ خالص. انت اصطدت خنزير أليف. نقط الجينات زادت زائد الجين اللي ممكن تستخرجه. جين الخنزير المحلي: لياقة بدنية قوية. استخراج: لياقة بدنية قوية دي حاجة مش مهمة. ليو بيضيف النقط الجينية على طول للنمو السريع لجين الحبار. معدل نموه بيتضاعف 3 مرات. بقوته الحالية، إنه يقتل أسد أو نمر أو فهد دي حاجة تافهة جدا، بس ده مش كفاية خالص. عدو ليو الحقيقي مش الحيوانات البرية، دول البشر. أول ما يمتلك القدرة إنه يواجه جنود مسلحين، ساعتها بس هيفكر يهرب. الاندومينس ريكس الاتنين بياكلوا الخنزيرة بسرعة. إحساس ليو بالحرارة بيلقط حركة قريبة من منصة المراقبة. ده الدكتور هنري، ومعاه راجل مليان وكرشه كبير. الراجل ده من مجموعة مرتزقة خاصة اسمه هوسكنز. هنري، انت عملت أكمل آلة قتل العالم ده شافها في حياته. بس الاندومينس ريكس الاتنين دول اتولدوا في نفس الوقت.
ليه في فرق كبير في الحجم؟ هوسكنز كان بيرتعش من الحماس. أنا دمجت DNA بتاع الحبار في الجينات بتاعتهم، ده بيديهم معدل نمو سريع. ولما نبص للأمور دلوقتي، احتمال يكون الذكر عنده تركيز أعلى من DNA بتاع الحبار، وعشان كده بيكبر أسرع. الدكتور هنري بيشرح: تمام، ده أحسن. هوسكنز بيفرح أكتر. في الحقيقة الاندومينوس ريكس الاتنين دول مجرد أول دفعة من النماذج اللي الدكتور هنري عملها. رسميا هم معروضين في عالم الجراسي، بس في السر الخطة إنهم يستخدموهم في عمليات عسكرية. لو الاندومينوس ريكس عملوا اللي مطلوب منهم، الدكتور هنري هيبدأ ينتج منهم كتير ويعمل قوة كاملة من الاندومينوس ريكس. بعد شهور من ولادته، طول جسم ليو عدى أمتار وارتفاعه وصل لأمتار، وزنه اتضاعف لأطنان. هو فعلا بقى بحجم نداية الاندومينوس ريكس اللي قربت تبلغ زي ما ظهر في الفيلم. وفوق كل ده، كل قدرات الجينات عند ليو اترقت للمستوى اللي خلى تقدمها يكتمل. جين التي ريكس، قوة العضة اتقدمت لعضة متطورة. جين الرابتور، سرعة الجري اتقدمت لحركة سريعة جدا. ليو بيسحب لوحة إحصائياته. الاسم ليو، العمر شهور، النوع اندومينوس ريكس. وبالمقارنة، جراي في عمر شهور طولها أمتار بس، وارتفاعها أمتار، ووزنها أطنان، يعني أصغر مرات من ليو. جه الوقت عشان يتحرر ويرجع حريته. قعدته هنا لفترة أطول ملهاش أي لازمة. أولاً، الموارد نادرة جداً، الأكل اليومي للبشر بيوفروه محدود قوي. ثانياً، بسبب حبسته في مكان مقفول لفترة طويلة، ليه رافض يكمل وهو محشور في القفص الضيق ده. جه الوقت عشان يطرد كل بشري من الجزيرة دي، محدش هيفضل فيها. ليو بيلف وبيطلع زئير في وش جراي اللي لسه كانت بتاكل. الزئير ده هو الإشارة. العملية بدأت. في الفيلم، نتاية الاندومينوس ريكس استخدمت الأول التخفي من الأشعة تحت الحمراء بتاع جين ضفدع الشجر عشان تعطل مساحات الأشعة تحت الحمراء اللي في الحظيرة، وبعدين سابت علامات خربشة على الحيطة عشان تبين إنها اتسلقت وطلعت بره. كلير جريت على أوضة التحكم عشان تتتبع مكان النتاية، واكتشفت إنها كانت مستخبية جوه الحظيرة طول الوقت، وفي الوقت ده كان الباقيين دخلوا الحظيرة فعلا. النتاية طلعت من المخبأ وقفلت باب الخدمة، وأجبرت الفراس يفتحوا البوابة الرئيسية عشان تهرب، وبكده هربت. بس اللفة دي كلها كانت معتمدة بشكل كبير على الحظ. خطة هروب ليو ما فيهاش التعقيدات دي خالص. هو بيمشي في طريقه على طول. نظرة واحدة للبوابة دي هي كل اللي محتاجه، ومحدش يقدر يوقفها دلوقتي. الضربة دي شايلة شهور من الحبس والذل وقوة التحمل اللي بتهد الحيل. حتى تدخل الحاكم ما يكونش قادر يوقف ده. في منصة المراقبة، مسراني وكلير مش مصدقين عينيهم. أكيد بتفزر. ذكر الاندومينوس ريكس لسه كاسر البوابة ومقتحم الحظيرة. جراي ماشية ورا ليو عشان تخرج من الحظيرة وراه على طول. بره الحظيرة في عمال بيبنوا. الديناصورات بره. الكل بيتفرق في رعب أعمى وبيجروا عشان يلحقوا حياتهم. بس في عامل واحد يدوب مشي كام خطوة قبل ما ديل تخين وقوي يطير في الهوا. الراجل بيطير لمسافة بتعدي أمتار، وبيخبط في الأرض جامد، ومفيش حاجة فيه بتفضل سليمة. ليو مش بيبين أي رحمة ناحية البشر. ضربة واحدة من ضوافره اللي بتلمع وحوافها زي الفولاذ، وواحد تاني بيروح فيها. انت اصطدت بشري. نقط الجينات زادت 2. ليو بيتريق، يدوب يستغل وقته، أسوأ من صيد خنزير. جراي بتقوم وراه بحماس، بتندفع لقدام في نطة واحدة، وبتمسك عامل بفكها وبتبلعه كله. في أقل من نص دقيقة، المنطقة اللي بره الحظيرة ما بقاش فيها غير دمار، والاندومينوس ريكس الاتنين المسؤولين عن كده اختفوا خلاص. في منصة المراقبة، مسراني وكلير هم الوحيدين اللي نجيوا. خلي أوضة التحكم تتتبع الاندومينوس ريكس الاتنين، وبعدين اتصل بيه وانشر فريق مسلح فورا ورجعهم. مسراني بيزعق بالأوامر، وقول للإي ار يو أسلحة مش مميتة بس، محدش يأذيهم، اقبض عليهم عايشين، ده أمر. هو بيتأكد إنه يضيف الجزء الأخير ده. في الوقت ده، ليو بيتحرك بخطوات ثابتة وقوية، وبياخد جراي بعيد عن منطقة الحظيرة بسرعة. ومن خلال إحساسه بالحرارة بتاع الجين التعبان اللي عنده، بيترسم خريطة كاملة لكل حركة في دايرة نص قطرها كيلومتر واحد في نظامه. وهو بيتحرك، ليو بيحس إن تقل الحبس اتشال عليه لأول مرة. ما قدرش يمسك نفسه وفتح دراعاته على الآخر. إيه اللي ورا البحر؟ الحرية. أكيد هي. الخروج من الحظيرة دي مجرد الخطوة الأولى. المطاردة البشرية جاية، ده شيء أكيد. جه الوقت عشان يدي البشر المغررين دول حتة صغيرة من قوة الديناصورات الحقيقية. ليو بيمد دراعاته اللي قدام،
وبيلاقي نقطة دقيقة على كتفه الشمال، وبيدخل ضوافره اللي حوافها من فولاذ لجوه. بتظهر شريحة حجمها تقريبا قد صباع الإبهام بتاع البني آدم في إيده، وبعدين بيطلع الشريحة بتاعت جراي من ناحيتها الشمال بنفس الطريقة. بس ليو مش بيرميها على جنب وخلاص، ممكن يستفيد منها أحسن من كده ويوجه خدعة البشر دي ضدهم. جوه أوضة التحكم في عالم الجوراسيك، مصراني اللي لسه كان بيترعش وصل هو وكلير وهم مستعجلين جدا. الشرايح المزروعة في الإندومينوس ريكس الاتنين بتنقل مكانهم وبيتحركوا بسرعة ناحية الجنوب. السيطرة العالم الجوراسيك، الأهداف عبارة عن 2 إندومينوس ريكس هربانين مسموح بأسلحة مش مميتة، علم ونفذ. أعضاء الفريق المسلح اللي عددهم أكتر من 10 بيردوا بصوت واحد، بيجهزوا بسرعة معدات مش مميتة، وبيركبوا عربيتين مخصصتين للطرق الوعرة وبيتحركوا. الشاشة الرئيسية بتعرض البث المباشر لإنها. دول وقفوا. فجأة تتبع الشريحة بيبين إن الإندومينوس ريكس الاتنين وقفوا مكانهم. كله ينزل، اتحركوا. بناء على الأمر ده، الفريق المسلح بينزل بسرعة من العربيات وبيتقدموا بحذر للغابة البدائية وسلاحهم جاهز. وقائد الفرقة ده مرتزق أسيوي لابس ساعة تتبع في إيده اليمين. الفريق بيمشي في تيار مية هادي. قائد الفرقة بيبص في ساعته، الإشارة متطابقة بالظبط مع مكانه، بس مفيش أي أثر لوجود الإندومينوس ريكس الاتنين في أي حتة حواليهم. الماسح الضوئي بتاع كشف الحرارة مش مبين أي حاجة غريبة. شيء غريب. قائد الفرقة لسه محتار لحد ما حاجة بتخليه يقف. بيرفع إيده المضمومة. الفريق بيتجمد وراه. بيظهر شكلين رماديين باهتين على طرف رؤيته. بيبص بتركيز. دي مش صخور، دي حتة لحم نية متغطية بحراشف بيضة رمادية ولسه طازة. قائد الفرقة بينزل على ركبه وبيمسك واحدة، بيقلبها. في شريحة مدفونة جواها ولسه بتنور بضوء خافت وثابت. مصراني بيسأل وهو محتار من جوه أوضة التحكم، إيه ده؟ دي الشرايح بتنقط. نقطة دم واحدة بتقع على معصم قائد الفرقة من فوق. قائد الفرقة بيبص لفوق. ورق الشجر اللي فوق راسه مبلول بالدم، والغابة بتتحرك من غير هوا. وبعدين في مجال رؤية قائد الفرقة بتظهر راس زاحف خشنة وضخمة من فوق الشجر من غير أي إنذار، وبيمشي وراها الجسم العالي والقوي. مفاجأة. الإندومينوس ريكس الاتنين بيبصوا للبشر الصغيرين اللي تحت، وعينيهم الحمراء المشقوقة والباردة بتلمع بضوء حاد وتلج. يا سيدي، دي بتقدر تتخفى. عقل قائد الفرقة بيفضى خالص. الكلمات يدوب بتطلع من بقه قبل ما ليو ياخد خطوة لقدام ويقفل على النص اللي فوق من جسم الراجل ويبلعه كله. انت اصطدت إنسان. نقط الجينات زادت 3. بالمقارنة باللي فات، قتل الجنود المسلحين بيجيب عدد أكبر شوية من نقط الجينات. ليو بيختفي باستخدام التمويه الشبحي بتاع جين الخنزير، ومندمج مع التخفي متعدد الأطياف بتاع جين ضفدع الشجر، ومن الواضح إن التأثير ممتاز. جوه أوضة التحكم، علامات الحيوية بتاعت قائد الفرقة بتجيب خط مستقيم فوراً. الأوضة بيسودها صمت مميت. هني، كلهم ماتوا. هنعمل إيه دلوقتي؟ موظف بيسأل بصوت بيترعش. والإندومينوس ريكس، إحنا فقدنا مكانهم خالص. كلير بتلف المصراني. اتصل بإنها وتحرك فوراً، وذخيرة حية كاملة، ودور في الحديقة كلها ولاقي الإندومينوس ريكس الاتنين دول واقضي عليهم من غير أي قيود. مصراني ما كانش قدامه حل إلا إنه يدي الأمر. الإندومينوس ريكس دول خرجوا عن السيطرة خالص، وعشان نمنع كوارث أكتر لازم نقضي عليهم. نور الشمس بيتسرب من بين الشجر الخفيف، والنور الذهبي بينساب على طرف الغابة. وهم بيضغطوا ناحية الجنوب، الأخيراً ليو وجراي بيطلعوا من خط الشجر. قدامهم مساحة مفتوحة بتمتد على قد ما العين تجيب. دي منطقة الحيوانات اللي بتاكل عشب. البراكيوسورس والأباتوسورس ماشيين في المسافة، والترايسيراتوبس والباراسورالوفس بيتحركوا في قطعان، والأنكيلوسورس بتمشي بتألف دراعها الجسدية الكاملة. بالنسبة للإندومينوس ريكس، دي جولة الصيد. ليو دمج عدد كبير من الجينات فعلا، بس لسه بعيد عن إنه يكتمل. في فجوات، والدفاع هو أكبر نقطة ضعف دلوقتي. وعشان يسد الفجوة دي هو محتاج دمج جينات أكتر وقدرات أقوى، والهدف الأول تم اختياره. ليو بيركز على 3 من الأنكيلوسورس اللي بترعى قريب منه، وبيدفع رجليه لورا في الأرض، وجسمه الضخم بيندفع لقدام وبيشق الهواء ورايح ناحية أقرب أنكيلوسور. الأنكيلوسورات البطيئة في رد الفعل بتلاحظ الأخيرا التهديد وبتندفع عشان تهرب. الأرض بتتهز، وليو بيقطع المسافة في كام خطوة ضخمة، وبيلحق آخر أنكيلوسور في المجموعة، وخبطة وحشية واحدة بتقلبه على ظهره، وبطنه اللي مش محمية واللي هي نقطة ضعف الأنكيلوسور الوحيدة بتبقى مكشوفة. ليو بيدخل فكه لجوه من غير ما يتردد، والأنكيلوسور بيتمسك بالحياة بس مش هيطول. وليو مش بيقف عند كده، لأ،
بيلف وبيلحق الباقيين، ولما بيشوفوا ليو لسه جاي الاتنين الباقيين بيوقفوا الجري خالص وبيمرحوا ديلهم الضخم اللي عامل زي المضرب بكامل قوتهم وبيضربوها بقوة ناحية رجلين ليو. ديل الأنكيلوسور مش هزار، الضربة النظيفة منه ممكن تكسر العظم وتقطع العضلات. ليو بيستدعي خفة عقل جين الرابتور وبيقرا الضربة قبل ما تنزل وبيرجع لورا في الوقت المناسب، وفي اللحظة اللي هجومهم بيخيب فيها بيستخدم نفس الحركة وبيقلب أنكيلوسور تاني على ظهره، وضربة واحدة من ضوافره اللي بتلبع وحوافها زي الفولاذ بتفتح البطن كأنه بيقطع قماش. والأنكيلوسور الأخير ما بيقدرش يهرب هو كمان، بينضم لزمايله المحطوطين جنب بعض وبيسكن مكانه. انت اصطدت أنكيلوسور، نقط الجينات بالإضافة إلى جين ممكن تستخرجه، جين الأنكيلوسور، درع لوح عظمي المستوى، استخراج. ليو مش بيتردد، تأكيد. في اللحظة اللي بعدها بتطلع موجات حرارة حارقة من أعماق عظمه، وحراشف ليو بتتغير بشكل واضح، وسمك الدرع الرمادي والأبيض على جسمه بيزيد وبينشف وبياخد كثافة شبه العظم. بتتكون طبقة من الكيراتين على السطح، وبتطلع صفوف من الشوك الحاد اللي عامل زي الخنجر. واكتمل دمج جينات الأنكيلوسور، وليو بيحط كل نقطة جينات حوشها فيه من غير ما يفكر مرتين، وبيرفع درع اللوح العظمي لطول الطريق للمستوى 2 قبل ما نقطه تخلص. ليو بيفحص حراشفه الشخصية، وصلابتها نطت نطة كبيرة تانية بقت أبعد بكتير من العظم مع لمعان معدني خفيف بيعكس النور. تم. ليو بيشاور لجراي اللي كانت بتجري بحماس وراه، والاتنين بيبدأوا ياكلوا. بعد ما كلوا وجبة سريعة، ليو بيكمل طريقه وجراي ماشية وراه، وبدأ فعلا يطارد الهدف اللي عليه الدور، عشان قبل ما الهجوم البشري الجاي يوصل لازم يصطاد بسرعة ويجمع نقط جينية أكتر ويستمر في إنه يقوي نفسه. في الوقت ده جوه مركز أبحاث جينات الديناصورات، مصراني اقتحم المكان وهو بيدور على الدكتور هنري. هنري، قولي إيه بالظبط الإندومينس ريكس الاتنين اللي انت عملتهم دول؟ وبيدخل في الموضوع على طول وعينيه متركزة على هنري. للأسف دي أسرار. التركيب الجيني للإندومينس ريكس يعتبر ملكية خاصة بشكل عام. الدكتور هنري قاعد على كرسيه وبياخد بق شاي وهو مرتاح. دول قتلوا ناس، مصراني بيقولها بصراحة. حاجة تزعل. الدكتور هنري بيرفع حاجبه وما بيقولش أكتر من كده. شغلك اتسبب في كارثة، والمجلس هيصادر أبحاثك وهتتحاسب قانونياً. نبرة مصراني ما فيهاش أي مجال للنقاش. الدكتور هنري بيبتسم، هو عارف النوع ده كويس. لو مصراني عايز يلعب اللعبة دي، يبقى هنري خلص شغله هنا وجه الوقت عشان يقلل خسايره ويهرب. في منطقة الحيوانات اللي بتاكل عشب في شمال عالم الجراسي، الحيوانات دي عايشة في فوضى كبيرة، بيتدافعوا وبيصرخوا من الرعب، وكل ده عشان في علامتين للموت دخلوا منطقتهم. زئير الإندومينس ريكس بيطلع تاني زي جرس الموت. حتى البراكيوسور اللي معروف بحجمه الضخم مرعوب من الصوت. بيمشوا بتقل في تدافع كله رعب، ومفيش قدام آخر براكيوسور بالغ حل غير إنه يقف ويلف. بيلف عشان يواجه ديناصورين إندومينس ريكس المرعبين وش الوش. طول البراكيوسور متر وارتفاعه متر، يعني عمارة من طوابق، ووزنه أكتر من طن. وده بيخلي الإندومينس ريكس الاتنين يبانوا قزمين جنبه، بس هو لسه حيوان بياكل عشب. ليو بيواجه البراكيوسور الأكبر منه بكتير من غير أي ذرة خوف. بينطلق برجليه اللي ورا وبيكسر الأرض وبينفجر في الجري، ورايح على طول ناحية البراكيوسور وش الوش. جراي مش بتتراجع، دي بتهجم بسرعة من الجنب وبتدعم هجوم ليو. فك ليو بيتفتح ورقبته الطويلة التخينة والعضة المتطورة لجين التيركس بتنفجر بكامل قوتها، وكل سنة مسننة زي الفولاذ بتخترق الجلد واللحم بسهولة، بقوة عضة بتعادل 5 أضعاف قوة العضة الطبيعية. العمود الفقري العنقي بيتكسر بنظافة، والجسم الضخم بيقع زي جبل بينهار وبيكسر الأرض. ليو بيكمل على طول وبيدخل ضوافره اللي حوافها من فولاذ بدقة في الشريان السباتي. البراكيوسور بينزف وبيموت. اصطدت براكيوسور، نقط الجينات زادت. الجين اللي ممكن تستخرجه جين البراكيوسور، النمو العملاق. استخراج. عينين ليو بتلمع، ده بالظبط اللي هو عايزه. الأكبر هو الأقوى، والأقوى هو الأحسن. اليوم اللي يوصل فيه لحجم كينج كونج أو جودزيلا، ساعتها بس هيبقى حاجة تانية. ومع اندماج جين البراكيوسور، ليو بيحس إن جسمه بقى بركان على وشك إنه ينفجر، ودمه بيتحول لحمم بتغلي. الوجع ما يتوصفش.
ليو بيقفل فكه جامد وبيحارب عشان يكتم الزئيل العميق اللا إرادي اللي طالع من حنجرته. جراي اللي بتراقبه وهي جنبه مش قادرة تخبي قلقها، بتطلع صوت واطي وبتطمن عليه. جوه جسمه في خلايا ملهاش عدد بتنقسم وتتكاثر، كل عضلة وعظمة بتتمدد وتكبر، وفي لحظات بس جسم ليو بيتنفخ زي سفنجة بتشرب مية. التغيير واضح للعين المجردة، كل حتة في جسمه بتكبر بنسبة وتناسب، بيستقر عند متر وارتفاعه متر، ووزنه بيتضاعف أكتر من الضعف عشان يوصل لطن. ولما الحرقان الداخلي بيختفي أخيراً، ليو بيرمي راسه لورا وبيطلع زئير كله تحرر صافي ومجنون. قوة جديدة وساحقة بتغرق جسمه كله. ليو بيسحب لوحة الإحصائيات بتاعته، هو دلوقتي واقف على ارتفاع متر بوزن خيالي بيوصل لطن. جراي كانت لسه شايفة ليو وهو بيكبر لأكتر من ضعف حجمه في لحظات. هي مذهولة بجد. أحسن حاجة إنها تمسك في الأخ الكبير من هنا ورايح. ليو بيديها عيلة، وليو هيحافظ على ده قريب. في المحور المركزي لعالم الجراسي، منطقة المنتجعات اللي متركز فيها كل الأماكن التجارية، اتجمع كل الضيوف اللي تم إخلاءهم من المناطق الشمالية، أكتر من 20,000 شخص. الضيوف ما عندهمش أي فكرة إيه اللي حصل، ومش مبسوطين إنهم اتجمعوا مع بعض من غير أي تفسير. جوه أوضة التحكم، كلير والباقي رجعوا وبيديروا الموقف. جهزوا الATUs فعلا، وكل واحد فيهم مسلح بالذخيرة الحية. لقيتهم الإندومينوس ريكس الاتنين موجودين دلوقتي في منطقة جيوسفير فالي ساوذرن هيربيفور، قريبين جدا من القفص زي ما بلغ واحد من الموظفين. اتصل بأوين فورا، مسراني بيقول إن الموضوع عاجل. في اللحظة دي بيبان الأسانسير بتفتح، بيدخل راجل مليان شوية، هوسكنز. انت بتعمل ايه هنا مسراني؟ بيكشر. انا هنا عشان اساعد طبعا. هوسكنز بيبتسم. لو عايز تتعامل مع اندومينوس ريكس الاتنين دول، احسن طريقة انك تستخدم الديناصورات ضدهم. انا قضيت سنين بدرس ازاي انشر الطيور الجارحة في قتال حقيقي. دي الفرصة المناسبة عشان اثبت ده. نستخدم الرابتورز ضد ديناصورين اندومينوس ريكس؟ مستحيل. مسراني بيهز راسه من غير ما يفكر مرتين. امال ناوي تعمل ايه في الضيوف؟ في أكتر من 20,000 شخص هنا، ما عندهمش مكان يجروا فيه. هوسكنز بيرد، أنا هتعامل مع ده، مفيش أي ضيف هيتأذي. مسراني بيبص بصة طويلة لهوسكنز وبعدين بيلف وبيدي الأمر. جهزوا طيارة هليكوبتر وركبوا مدفع صغير من مخزن السلاح. المرة دي ديناصورين الإندومينوس ريكس مش هيفلتوا، كل اللي في الأوضة مصدومين. مسراني بنفسه بيطلع. ليو بيقود جراي ناحية الجنوب وبيوصل لجيوسفير فالي، وده واحد من أشهر الأماكن في عالم الجراسي. الضيوف بيقدروا يركبوا الأجواء الجيروسكوبية في الوادي ويقربوا من الحيوانات اللطيفة اللي بتاكل عشب، بس الأجواء الجيروسكوبية دي مقفولة من فترة طويلة بسبب حالة الطوارئ. هدوء الوادي اتدمر، جثث الحيوانات اللي بتاكل عشب مرمية في كل حتة. ليو بيرفع جين الأنكيلوسور لحد المستوى 3. حراشفه المدرعة بتمر بتغيير تاني وبتتحول للون الأبيض الفضي المعدني بصلابة تنافس الألواح الفولاذية العسكرية. وأبعد من كده، ليو كمان بيطارد ترايسيراتوبس وستيجوسورس والحيوانات التانية اللي بتاكل عشب، وبيستخرج جينات جديدة من كل واحد فيهم. جين الترايسيراتوبس قرون العظم، جين ستيجوسورس مسامير العظم. الإضافات دي بتزود بشكل كبير القوة الهجومية لراسه وديله. كل خبطة راس وضربة ديل بقت شايلة ضرر بيخترق من القرون والمسامير. في اللحظة دي صوت مواتير العربيات بيقطع المسافة فجأة. من خلال حسه بالحرارة، ليو بيكتشف عربيتين كمان مخصصين للطرق الغيرة بيقربوا من مكانهم بسرعة. البشر رجعوا. ليو عارف المرة دي البشر جايين يخلصوا شغل. مستوى التهديد شديد، ما ينفعش يستهتر. ليو بيزقر فوراً في جراي وبيسحبها تاني لغابة الوادي الكثيفة. باستخدام التمويه الشبحي لجين الحبار والتخفي المتعدد الأطياف لجين ضفدع الشجر بيختفوا في وضع كمين. وقريب صوت العربيتين بيعلى أكتر. في الكرسي اللي جنب السواق في العربية اللي قدام قاعد قائد فرقة ATU، راجل بنيته قوية. هو ماسك ماسح ضوئي متطور بيكتشف الحياة بالرادار. فجأة بيظهر إنذار، نقطة حمراء واضحة بتظهر على الشاشة. لقيت واحد، الساعة 10. قائد الفرقة بيدي الأمر فوراً، بس هو محتار. ليه في هدف واحد بس ظاهر على الماسح الرادار؟
وبعدين بتحصل خبطة مدوية من وراه. قائد الفرقة بيلف ومش مصدق عينيه. العربية التانية طارت في الهوا، وفي اللحظة اللي بتخبط فيها في الأرض بينزل عليها قدم ضخمة وبتهرسها كلها وتخليها مسطحة. يا سيدي، قائد الفرقة بيمد رقبته لفوق عشان يشوف أخيراً القدم دي بتاعت مين. ده عملاق بيغطي مجال رؤيته كله، ذكر الإندومينوس ريكس. على حسب الملفات المفروض طول الذكر اللي بيقرب يبلغ يكون 1.5 متر وارتفاعه 3 متر، بس لما شافه بنفسه قائد الفرقة بيدرك إن المخلوق الحقيقي حجمه أكبر من الضعف عن الحجم اللي مكتوب في الملفات، وماسح رادار الحياة فشل في إنه يكتشفه خالص. معقولة يقدر يعطل إشارات الرادار كمان؟ جوه أوضة التحكم في عالم الجراسي، كلير والباقي بيراقبوا بتركيز، والبث المباشر من ATU شغال على الشاشة. تيت تيت تيت، أصوات الخط المستقيم المألوفة بتبدأ تاني، واحد ورا التاني. ولما شافوا ليو بيظهر على الشاشة زي الشبح تاني، كلير والباقي وشهم بيجيب ألوان. ده عنده رادار تخفي كمان. أنا شايفة صح؟ جسمه ده بقى أكبر بكتير، وطلع له قرون دلوقتي، وفي مسامير على طول ديله. يا سيدي، هو كان بيتطور طول الوقت ده؟ وفي مواجهة ليو كل واحد فيهم بيحس إن فهمه للعالم بينهار. اضرب اضرب. جوه غابة الوادي قائد الفرقة بيترعش لحد العظم، بس بيتراجع بسرعة وبيصرخ بالأمر. في اللحظة اللي الكلمات بتطلع من بقه، الجنود بيوجهوا المدافع الرشاشة والبنادق الآلية، والفوهة الباردة بتطلع سيل فارة ما بيرحمش. عاصفة معدنية من الرصاص بتنزل على جسم ليو الضخم. بس الصورة اللي كل اللي كان مستنيها، ذكر الإندومينوس ريكس وهو متخرم، ما حصلتش أبداً. رنة رنة رنة، رصاصة ورا رصاصة بتصيب هدفها، وبتعمل صوت زي المعدن اللي بيخبط. الشرر بيطير في كل حتة. إزاي ده ممكن؟ المشهد ده بيتحدى كل اللي أي حد حاضر كان فاكر إنه يعرفه. هو ده كل اللي عندكم؟ انتوا بتزغزغوني؟ ليو مش بيتراجع ومش بيهرب، بيتجاهل الرصاص خالص وبيجري على طول ناحية العربيات. كل شجرة في طريقه بتتهرس تحت كتلته اللي مفيش حاجة توقفها. سوق، يلا يلا، قائد الفرقة بيصرخ. السواق بيدوس على البنزين على الآخر، الموتور بأقصى سرعة وبيحارب بشدة عشان يبعد، بس سرعة بتطلع سيل من الرصاص مباشرة على ليو، بس كل رصاصة بتنفجر في موجة من الشرر في اللحظة اللي بتضرب فيها حراشف الإندومينوس ريكس، وبتملى الهواء بالرنين الحاد بتاع المعدن على الحديد. موت. واحد من المرتزقة بيرفع قاذفة صواريخ على كتفه وبيضرب صاروخ مباشر على ليو، بس اللي بيحصل بعد كده محدش كان يتوقعه. الإندومينوس ريكس فجأة نط في الهواء، ومن على جناب ضلوعه اتفتح زوج ضخم من الجناحات. جسمه كله ارتفع من على الأرض، ومع كل خبطة من الجناحات دي جدار عاصف من الهواء بيمزق الغابة وبيضرب في دوامات بتعوي بقوة مرعبة. الشجر في كل حتة تساوى بالأرض، كل اللي كان قريب فقد السيطرة على جسمه وطار من على رجليه. الصاروخ خبط في نفس المكان اللي ليو كان واقف فيه وعمل انفجار عنيف. النار كلت مساحة واسعة من الشجر بس ما خدشتوش خالص. ده مش ممكن يكون حقيقي، هو بيقدر يطير؟ في أوضة التحكم هوسكنز مبرق في المشهد المباشر بصدمة كاملة ومطلقة. تراجعوا، كله يتراجع. أوين بالعافية بيقدر يثبت نفسه وبيزعق في المرتزقة المتنطورين دلوقتي على الأرض في فوضى عارمة. عدوهم ما بقاش مجرد ذكر الإندومينوس ريكس الوحشي، هم دلوقتي معاهم 4 من الفيلوسيرابتور المتمردين عشان يواجهوهم هم كمان. وقبل ما الكلمات تطلع من بقه، واحد من المرتزقة اللي يدوب واقف على حيله إزرقة وقعته على الأرض ومزقته بأنيابها في جنون وحشي. صرخاته شقت الهواء. المرتزقة التانيين اتشلوا من الرعب وضربوا نار بشكل عشوائي في الضلمة في كل اتجاه، بس ما قدروش يصيبوا طلقة واحدة على الفيلوسيرابتور اللي بيتحركوا زي الخيالات في الهواء. صرخات وزئير بتتردد في الغابة الضلمة لفترة طويلة جدا. أوين ما كانش عنده وقت يفكر في أي حد تاني، لف وانطلق ناحية الموتوسيكل ب4 عجلات بتاعه، فكرته الوحيدة هي إنه يخرج عايش. بس في اللحظة اللي بعدها نفس الظل المألوف ده نزل من السماء وهرس الموتوسيكل تحت قدم واحدة زي اللعبة، وبعدين وبإيد واحدة ليو شال أوين زي تمثال صغير للعبة. أتمنى حياتك الجاية تعاملك أحسن وممكن ترجع كستار لورد. ليو بين لأوين ابتسامة بسنانه، وبينما أوين كان مبرق في رعب مطلق، ليو فتح فكه الضخم وعضه. مفيش حاجة شخصية، بس أوين هو بطل السلسلة الذكر لسلسلة عالم الجراسي، وده بالظبط السبب اللي خلى ليو يضطر يخلص عليه الأول.
وبموت أوين مفيش فرصة إن الفيلوسيرابتورز الأربعة يتقلبوا ضد ليو تاني. ليو طار في الهوا تاني ونزل على المرتزقة اللي فاضلين واحد ورا التاني وهرسهم زي الحشرات تحت رجليه. وحدة المرتزقة كلها اتدمرت بالكامل. الفيلوسيرابتورز الأربعة اتجمعوا شبعانين وراضيين حوالين ليو، ومن الواضح إنهم مستعدين يمشوا وراه من هنا ورايح. ليو طلع زئير في اتجاههم وبكده اداهم موافقته. مفيش مستقبل في إنك تمشي لوحدك، زي ما المثل بيقول اتحد مع كل قوة تقدر تتوحد معاها. في اللحظة دي جراي طلعت من الضلمة وراهم، هي كمان شايلة الDNA بتاع الفيلوسيرابتور وبدلت كام كلمة مع القطيع. حجم جراي وقوتها بيفوقوا الفيلوسيرابتورز بكتير، عشان كده ما كانش قدام إزرق حل غير إنها تتنازل عن المركز التاني. في حاجة مألوفة بشكل غريب في المشهد ده كله، في جو عصابة من قطاع طرق بيرتبوا صفوفهم. ولما ليو شاف جراي والفيلوسيرابتورز وهم بيعملوا نظامهم الهرمي ما قدرش يمنع نفسه إنه يشوف الموضوع مضحك شوية. بس هم مش عصابة من قطاع طرق، هم مجموعة حقيقية من المنتقمين، وأهدافهم للانتقام البشر اللي حابسينهم ومقصرينهم طول حياتهم. الديناصورات عمرها ما هتبقى عبيد، احنا هننهض ونحكم. ليو طلع زئير مدوي تاني، وبعدين قاد جراي والفيلوسيرابتور بعيد عن المكان ده بسرعة. وأول ما عدوا من الغابة وصلوا للقلب المركزي لعالم الجراسي. البشر طردوهم لفترة كفاية، دلوقتي جه دورهم عشان يردوا. في الوقت ده في أوضة التحكم هوسكنز كان شكله مرعوب خالص، عروق جبهته بتنبض وتدق من الغضب. اللي كان المفروض يكون نصر أكيد انتهى بفشل مهين كامل. أنا هعترف بده، الإندومينس ريكس هو فعلا السلاح البيولوجي العسكري المثالي، بس للأسف السفينة دي خلاص أبحرت، أحسن له يهرب وهو لسه يقدر. هوسكنز بيسحب تليفونه وبيتصل بهنري وهو متجنن. هنري، الخطة خرجت عن مسارها، المهمة انتهت، جمع كل حاجة، كل أبحاثك وأخرج دلوقتي، احنا محتاجين نخرج من الجزيرة الملعونة دي. هوسكنز بيزعق في التليفون. فهمت، هنري ما كانش قدامه حل غير إنه يوافق. هوسكنز والمرتزقة اللي فاضلين بيركبوا طيارة هليكوبتر وبيستعجلوا عشان يخلوا هنري، بس أول ما الطيارة بتقلع زئير بيصم الودنين بينفجر في سما الليل زي صعقة رعدية من العدم. كل اللي على الطيارة هوسكنز وهنري والمرتزقة وشهم بيقلب شاحب من الرعب. ده ذكر الإندومينس ريكس تاني، ده حاصد الأرواح نفسه جاء عشان يقبض روحهم. مستحيل، مستحيل خالص، إزاي يقدر يطير وإزاي بقى ضخم كده؟ هنري بيتعرف على ليو فوراً، ذكر الإندومينس ريكس اللي هو عمله بإيده. محدش يعرف الإندومينس أحسن من هنري، دمج جيناته مع أكتر من 10 أنواع حيوانات مختلفة، بس مفيش حاجة من دي كان المفروض تطلع زوج ضخم من الجناحات زي التيروسور، وتاج بقرون شبه الترسيراتوبس على راسه، ومسامير ديل شبه الاستيجوسورس، أو جسم اتنفخ لأبعاد البراكيوسورات. إيه اللي بيحصل؟ هل ذكر الإندومينس ريكس حصل له طفرة جينية ولا بيقدر يتطور باستمرار؟ هنري مش قادر يصدق ايه نوع الوحش اللي خلقه بالغلط. ده بيطير ناحيتنا على طول، اضربوا نار، اضربوا نار دلوقتي. هوسكنز بيصرخ في حالة رعب مطلق. في باب الهليكوبتر المفتوح مرتزق بيلف مدفع رشاش تقيل وبيضرب نار بزمجرة، بس ليو ما بيتفاداش ولا طلقة، بياخد عاصفة الرصاص في وشه وبيمشي على طول ناحية الهليكوبتر. الهليكوبتر يدوب ارتفعت من على الأرض وما لحقتش تسرع قبل ما ليو يكون فوقيها بالظبط. الهليكوبتر دي اللي جسمها بيمتد لأكتر من 10 أمتار في الطول بتبان ضعيفة وصغيرة قدام ظل ليو اللي بيقفل عليهم بسرعة. لا لا لا، هوسكنز وهنري اتصدموا برعب ما يتوصفش، بس في اللحظة اللي بعدها فك ليو قفش ديل الهليكوبتر. الإطارات السبيكة الصلبة بتنهار وتتكسر تحت قوته واسنانه اللي شبه السيف الفولاذي، والطيارة بتفقد توازنها فورا وبتغوص ناحية الأرض. لحسن الحظ الطيارة ما كانتش طلعت عالي قوي، بتخبط في الأرض وتتناثر لحطام، بس الناس اللي جوه بينجوا بحياتهم بالعافية وهم سلام. وأول ما هنري بياخد نفس بارتياح وبيدافع عشان يهرب من الحطام، صورة ليو المرعدة زي الموت نفسه بتنزل على الأرض جنبه. العاصفة اللي عملتها الأجنحة الضخمة دي كانت هتطير كل إنسان صغير وعاجز من على رجليه. الإندومينس ريكس بيمد مخالبه المنجلية وبيمزق الهيكل الخارجي للهليكوبتر بكل سهولة. كل اللي جوه المقصورة بقوا مكشوفين تماما دلوقتي في خط رؤية ليو. كان مرتزق متعينين عشان يحموا هوسكنز لسه بيحاولوا يرفعوا بنادقهم ويقاوموا، بس ديل الإندومينس ريكس اللي شبه الهراوة بيكنسهم بعيد في ضربة واحدة واسعة وبيحولهم لعجينة. انقذوني، انقذوني!
هوسكنز بيصرخ صرخة هستيرية، وكرشه المنفوخ بيتنفخ وهو بيزحف عشان يخرج من الحطام، وبيحاول بيأس يهرب من قبضة ليو. الاندوميناس ريكس بينزل كف تنين ضخم بيضرب لتحت وبيغطي تماما المكان اللي هوسكنز واقف فيها، ولما الكف ده بيترفع تاني كل اللي فاضل في الحفرة اللي تحت هو بصمة متلططة. هنري اتساب للآخر منهار على الأرض ومرعوب جدا لدرجة إنه مش قادر يحرك عضلة، ومبرق للإندوميناس ريكس اللي على بعد بساط بس ووشه لونه الرماد. شفايفه بتترعش بس مش قادر يجمع كلمة واحدة. هو حاسس إن الإندوميناس ريكس خلاه للآخر، وده معناه إن المخلوق عارفه. ليو بيود صباعين من مخالبه المنجلي وبيرفع هنري العاجز من على الأرض بسهولة، بيرفعه لحد ما يبقوا وش في وش وبعدين بيقف. في اللحظة دي هنري بيشوف زاوية بق ليو بتترسم في الابتسامة الوحشية بالسنان المألوفة دلوقتي اللي بتشعب القسوة والخبث من أعماق كيانه. ليو عارف بالظبط مين اللي واقف قدامه. أول شخص شافه لما دخل العالم ده كان هنري، وبصفته الإندوميناس ريكس هو مخلوق متعدل جينيا ملوش أهل، اللي خلقه هو هنري. طيب ليو بيفترض إنه لازم يوريه شكره، وبشدة خفيفة بس من صوابعه ليو كسر رقبة هنري بمنتهى السهولة. عينين هنري بتتفتح على الآخر ونن عينه بيفضى ويوسع، وفي خلال لحظات بيبقى ثابت وما بيتحركش زي هوسكنز اللي قبله. هنري مات ووشه مليان بعدم التصديق، ومش قادر يقبل إن حياته هتنتهي على إيد مخلوق هو اللي صنعه بنفسه. ليو بيرمي جثة هنري على جنب وبيلف ويمشي، بس فجأة بيحس بالأرض بتترجب عنف تحته كأن مخلوق كبير بيقرب بسرعة. أيوه، في نطاق حسه النفسي ليو بيلقط بسرعة إن التيرانوسورس ريكس الضخم اتساب بطريقة ما وهو جاي على طول ناحية مكانه، وقدامه في ست بتجري بكعب عالي وماسكة شعلة طريق بتولع في إيدها. قبل نص ساعة بعد فشل المهمة هوسكنز هرب في حالة رعب مع رجالته. الموظفين التانيين في أوضة التحكم اتفرقوا كلهم عشان ينقذوا نفسهم، وما فضلش غير كلير. هي ما هربتش لأنها كانت عارفة إنها لو عملت كده محدش هيبقى قادر يوقف الإندوميناس ريكس، وعشان توقفه كلير كان عندها خطة واحدة مجنونة ومتهورة على قد ما كانت: محاربة ديناصور بديناصور. عالم الجراسي دلوقتي في حظيرة كبيرة بتضم كل الديناصورات اللي بتاكل لحوم من أخطر الأنواع. الحظيرة رقم 9 بتضم التيرانوسورس ريكس. الامتيازات بتيجي وتروح بس التيركس قاعدة. التيركس ده هو الملكة الحقيقية لإيسلا نوبلار، أيقونة سلسلة الجراسي كلها، واسمها هو ريكسي. عشان كده كلير سابت الملكة القديمة ريكسي من حظيرتها بهدف واحد، هو إنها توقف الإندوميناس ريكس اللي كان بيذبح كل حاجة قدامه. متوجهة من كلير للمكان، ريكسي بتحط عينيها على ليو على طول، وبسرعة بتطلع زئير بيهز الأرض. ليو بيزقر هو كمان ورافض إن حد يتفوق عليه. بطول كامل بيوصل لمتر وأكتر من طن، ليو بيخلي ريكسي تبان قزمة جنبه بفارق كبير. بس بالرغم من الاختلاف الواضح في الحجم، ريكسي ما بينتش ذرة خوف أو تردد. بتهجم الأول وبتنطلق بخطوات كاملة وبتندفع على طول ناحية ليو، وفكها مفتوح على الآخر وهدفها توصل لرقبته. ليو بيقابلها وش في وش وبيطابق قوتها بالقوة. الخبطة بترن زي صعقة رعد، موجة صدمة مش متشافة بتشعل بره وبتكسر وبتعمل حفرة في الأرض تحتهم. في لحظة الخبطة المباشرة دي ريكسي بتحس بجدار مرعب بيضرب فيها، قوة ما تقدرش تقاومها خالص. بتطير لورا وبتخبط على طول في مبنى وراها، وجسمها بيتدفن تحت الأنقاض والحجر المتكسر، والعظم بيتشرخ ويتكسر. في تبادل واحد ريكسي اتهزمت بشكل كامل وقطعي. بس ده لسه بعيد عن إنه يكون كفاية. وبما إن الحظيرة رقم 5 بتاعة الفيلوسيرابتورز والحظيرة رقم 9 بتاعة ريكسي اتفتحوا، ليه ما نفتحش كل الحظاير التانية ونطلق سراح كل أكلات اللحوم في وقت واحد ونسيب العاصفة تولع زي ما هي عايزة؟ ومفيش أسرع من التنفيذ. ليو بياخد جراي والفيلوسيرابتورز فوراً عشان يشتغلوا. الحظيرة رقم 5 فيها قطيع من كامسوجناثس، دي ديناصورات صغيرة بتاكل لحمة طولها متر واحد، وفي مجموعات بيقدروا يسببوا جروح مميتة. والحظيرة رقم 9 فيها 5 ديلوفوسورات، دي أكلات لحوم حجمها متوسط، طولها 5 أمتار ووزنها نص طن، وعندها القدرة إنها تبخ سم يعمي، وده بيخلي الفريسة عامية ومتشوهة. والحظيرة رقم 9 فيها 2 من كارنتورس، ودي أكلات لحوم كبيرة طولها 8 أمتار ووزنها 3 أطنان، ومعروفة باسم فهود العصر الطباشيري عشان سرعتها الاستثنائية في الجري. والحظيرة رقم 12 فيها جيجانوتوسور واحد، وده ديناصور كبير بياكل لحمة وعنده شوك على ظهره ومتعدل بشكل كبير بالهندسة الوراثية، وده اداله لقب الجيجانوتوسور الشمالي. واحد ورا التاني ليو بيكسر الحظاير بصوت مدوي، وكل ديناصور بياكل لحمة بيتحرر،
ومع كده إسلا نوبلر غيرت أصحابها مرة واحدة وللأبد، والجزيرة دي ما بقتش ملعب للبشر، دي بقت بتاعة الديناصورات دلوقتي. وبعد ما طلعوا أخيرا من حظايرهم، الديناصورات اللي بتاكل لحمة بتطلع زئير مدوي ومنتصر، وبعدين زئير واحد كله سلطة مطلقة بينفجر في الهواء فوقيهم، ولما بيبصوا لفوق ناحية الصوت بيلاقوا تنين ضخم مجنح ب4 رجلين بيحوم فوقيهم. بيكتشفوا بسرعة إن التنين المجنح ب4 رجلين ده هو اللي كسر بوابات حظايرهم وخررهم. ليو بيبص لهم من فوق وبيطلع زئير تاني فيه أمر، والمعنى واضح: قدم الطاعة أو موت. مجموعة كومسوجناثس الصغيرة ومجموعة ديلوفوسورات بيقعوا على الأرض من الرعب. 3 من كارنوتورس و2 من التوروسورات بيبصوا بصة واحدة لحجم ليو المخيف وبيوطوا رؤوسهم هم كمان. بس الثيريزينوسورس اللي فاضل وكويتزالكواتلس وسباينوسورس وجيجانوتوسورس بيرفضوا يخضعوا بالسهولة دي. تمام، ليو بيفكر وهو بيشوف رد فعل كل واحد فيهم. اللي عايز يخضع مش هيزعجه، واللي مش عايز هيضربه لحد ما يخضع. ليو مش بيضيع وقت في الكلام، بيطوي جناحاته وبيغطس بحد لتحت وبيستهدف الأقوى فيهم. جيجانوتوسورس بيحاول يتفادى، بس كان فات الأوان. قوة جبارة وساحقة بتنزل عليه، وجيجانوتوسورس بكل أطنان وزنه بيطير في الهواء زي كورة البيسبول، وبيكسر كذا مبنى قبل ما سرعته تقف أخيرا. أول واحد بيقع، وفي اللحظة اللي ليو بينزل فيها على الأرض بيلف فورا وبيمرجح ديله اللي عامل زي الهراوة في قوس واسع، وبيطير سباينوسورس اللي على الناحية التانية هو كمان من غير زعل. بس كل واحد فيكم عبارة عن زبالة. صرخة رعب بتتردد، ولما كويتزالكواتلس بيحس إن الموازين اتقلبت ضده بيفرد جناحاته بسرعة وبيحاول يطير ويهرب. مش قادر تغلبه؟ خلاص اجري. تجري، وفي اللحظة اللي كويتزالكواتلس بتدفع فيها رجليها اللي ورا عشان تنطلق في الهواء، ليو بيكون فوقيها زي البرق، وباستخدام ميزة الارتفاع بتاعته اللي بتعدي أمتار بيمد إيده وبيمسك كويتزالكواتلس اللي كانت ارتفعت يدوب كام متر عن الأرض في مسكة واحدة نظيفة، وبعدين بيخبطها تاني في الأرض. ثيريزينوسورس الأخير اللي فاضل كان مرعوب لدرجة إنه بينهار فورا ومشلول مش قادر يتحرك. ليو بيطلع زئير أخير كله سيطرة، والكل بيتدافع عشان يجي قدامه وبينحنوا في خضوع وولاء ومثبتين على الأرض بالكامل. كويتزالكواتلس ما كانش قدامها خيار غير إنها تسجد هي كمان، والجيجانوتوسورس وسباينوسورس أخيرا طلعوا من بحث الأنقاض، بقوا مطيعين تماما دلوقتي. وعالم الديناصورات بيمشي بقانون واحد: القوي بياكل الضعيف والأقوى هو اللي بيحكم. وبكده ليو جاب كل ديناصور بياكل لحمة في العالم الجراسي تحت قيادته، وقواته كبرت بشكل مهول. بس دي مجرد ديناصورات الأرض، وهو ما نسيش إن في منطقة البحيرة الغربية في وسط عالم الجراسي موجود الموساسور، وده قوة ما تتقارنش بحد لوحده. الموساسور ده من غير شك أكتر مخلوق مرعب في سلسلة الجراسي كلها، وهو الميزة المخفية اللي في الفيلم بتبلع الزعيم النهائي الإندومينوس ريكس في قطمة واحدة. طوله بيعدي 100 متر، وهو أكبر بكتير من أي موساسور حقيقي كان موجود في العصر الطباشيري. حتى ليو بحجمه دلوقتي مش مستعجل يدخل في معركة مع البتاع ده. في الوقت الحالي هما محافظين على سلام متبادل. ليو مش مستعجل يخلي الموساسور يطيعه، ده ممكن يستنى، وفي حاجة مستعجلة أكتر لازم يهتم بيها الأول. ليو بيجمع تحالف الجراسي بتاعه وبيقودهم بقوة ناحية وجهتهم الأخيرة، منطقة الميناء الجنوبي. منطقة الميناء الجنوبي دي هي الميناء الرئيسي للجزيرة، وموجودة على الشط الجنوبي لإسلا نوبلر، ودي نقطة الدخول والخروج الوحيدة لكل الزوار. الليل ضلمة، بس لسه في زحمة كبيرة من السياح متجمعين هناك. فجأة من مكان ما في سما الليل الهادية زئير بيشق الهوا وبيملى السما. إيه ده؟ ده رعد؟ السياح في الميناء بيبصوا كلهم لفوق وبيبرقوا في حاجة عاملة زي كتلة ضلمة في سما الليل بتتحرك ناحيتهم بسرعة، ولما بتقرب بيكتشفوا إنها مش سحابة عاصفة خالص، ده تنين مجنح ب4 رجلين وبينطلق ناحيتهم بسرعة عالية بجناحات بتعمل صوت رعد. حتى من بعيد كله بيقدر يحس بهالة جبارة وساحقة طالعة من المخلوق ده، الوحش. وكل سائح بشري بيشوف ده بيجيله ذعر مش قادر يسيطر عليه. والتنين المجنح ب4 رجلين ده ما يبانش زي أي ديناصور من ديناصورات عالم الجراسي، ده وحش ببساطة ووضوح. الميناء بينفجر في فوضى عارمة، وبعدين من ورا الميناء بتظهر مجموعة من الديناصورات المتوحشة اللي بتاكل لحمة وبتقطع أي طريق هروب ممكن للسياح. الديناصورات بتزعر وتصرخ كأنها بتعلن رسميا للبشرية كلها إن من اليوم ورايح الجزيرة دي بقت بتاعتهم،
ومدفوعين بالرعب المطلق ورغبتهم في البقاء، السياح اللي فاضلين ما كانش قدامهم خيار غير إنهم ينطوا من الأرصفة في المحيط ويعوموا عشان ينجوا بحياتهم. وبكده إسلا نوبلر بقت فاضية تماما من البشر، ومن اليوم ده بقت منطقة محظورة حقيقية للبشرية. ليو بيبص لمحيط الليل الممتد قدامه، وورا البحر موجود العدو، وكل ده مجرد البداية. الفجر بيطلع والشمس بتشرق في الشرق، وبيبدأ يوم جديد. يوم كان المفروض يكون عادي وهادي، بس خبر عاجل واحد بيبعت موجات صدمة للعالم كله. في عالم الجوراسي المنتجه الترفيهي في إسلا نوبلر اللي بتديره شركة مسران العالمية، حصلت ثورة ضخمة للديناصورات، وده أدى لخسائر فادحة بين موظفي المنتجع والزوار كمان. وفي نفس اليوم بيوصل ملف سري جدا للمقر الرئيسي لشركة مونارك اللي موجود في قلعة برمودا برافو. دكتور سيريزاوا خلص قراية الملف فعلا، ورقة ورقة. ذكر الاندومينوس ريكس ده مش مجرد ديناصور، ده وحش حقيقي. دكتور سيريزاوا بيكلم نفسه. الملف السري ده فيه الحقيقة ورا ثورة الديناصورات في عالم الجراسي، وبحسب كلام الناجين القليلين ظهر تنين مرعب ب4 رجلين وجناحات في الميناء في الأخير، وجايب معاه جيش من أكلات اللحوم اللي دخلوا في حالة قتل. وغالبا التنين المجنح اللي ظهر في الأخير ده هو ذكر الاندومينوس ريكس. حاجة مش متصدقة. بعد قيصر ووحوش الهياج ال3 دلوقتي بقى فيه وحش صناعي تاني. فيفيان جراهام المساعدة اللي واقفة قريب بتقول بنظرة كلها شق: طمع البشرية وطموحها هيكون سبب نهايتها. دكتور سيريزاوا بياخد نفس طويل وبطيء. بيستخدموا الوحوش الصناعية عشان يواجهوا الطبيعية. خد قيصر كمثال. كان في يوم من الأيام عبارة عن قرد شمبانزي عادي، بس عشان أمه اتحقنت بمركب تجريبي وهي حامل، قيصر اتولد بذكاء بيفوق أي شمبانزي عادي. قبل سنتين قيصر قاد القرود في ثورة مفتوحة، وسيطر على محمية موير وودز بره سان فرانسيسكو. منظمة مونارك أسست بعد كده البؤرة الاستكشافية رقم 5 في موير وودز، وسجلت قيصر كأول وحش صناعي معروف. وبعدين في وحوش الهياج ال3: الغوريلا البيضة جورج، والديب الطاير رالف، والتمساح العملاق ليزي. كل واحد فيهم اتعرض لمصل معدل بيولوجي عملته شركة تكنولوجيا جينات، وده اللي خلاهم الطفرات بتاعتهم. قبل سنة دمروا شيكاغو، وأول ما خلصوا الوحوش ال3 اختفوا تماما، ومحدش شافهم من ساعتها. الحالتين بيثبتوا نفس الحاجة: البشر ببساطة ما يقدروش يسيطروا على الوحوش الصناعية دي، ودايما هيدفعوا الثمن في النهاية. بس زي العادة، الدرس الوحيد اللي اتعلمته البشرية من التاريخ هو إنها ما بتتعلمش حاجة. ذكر الاندومينوس ريكس ده هو درس تاني غرقان في الدم. المأساة حصلت خلاص، وما بقاش في حاجة تتقال دلوقتي. منظمة مونارك ما كانش قدامها حل غير إنها تتدخل وتنظف الفوضى دي. وعشان كده دكتور سيريزاوا بيكتب فورا طلب رسمي بإيده عشان يتقدم للقيادة العليا المونارك، بيطلب منهم إنهم يبنوا بؤرة استكشافية قريبة من إسلا نوبلر هم كمان، عشان يراقبوا ويدرسوا ذكر الاندومينوس ريكس. وللهدف ده دكتور سيريزاوا سمى ذكر الاندومينوس ريكس اسم ميررز. في غمضة عين. الحوادث اللي زي دي بقت شائعة جدا في السنين الأخيرة. كل سنة تقريبا بيحصل هجوم كبير لحيوان متحول أو حادثة وحش. الناس بقت متخدرة للمواضيع دي. الدوشة اللي حوالين الحدث ده بالذات بتقل مع مرور الوقت، بس منظمة مونارك لسه مستمرة في مراقبة إسلا نوبلار. هم جمعوا الفلوس والرجالة فعلا، وبيستعدوا يتحركوا للجزيرة. ومن ساعة ما آخر إنسان انطرد من الجزيرة، ليو بدأ ينظم الديناصورات من تاني جوه عالم الجوراسي. الأولوية الأولى هي الأكل، ومن غير بشر يوفروه الديناصورات دلوقتي لازم تصطاد لنفسها. والحل هو الحفظ والتوسع. الحفظ معناه الصيد بنظام وتحكم. عشان كده ليو بياخد كل الحيوانات اللي بتاكل عشب، الترايسيراتوبس والأنكيلوسورس والباراسورولوفس والباقيين، للشمال في المناطق العالية من إسلا نوبلار، ومسموح بس الأكلات اللحوم إنهم يصطادوا في أوقات معينة. والتوسع معناه التدوير على أكل بره إسلا نوبلار. ليو نفسه بيميل للتوسع عشان هو محتاج يكمل صيد وأكل عشان يجمع نقط الجينات، ومحتاج كمان يلاقي منطقة جديدة بره الجزيرة. وبناء على قصة سلسلة الجوراسي، البركان الخامد في إسلا نوبلار هيثور كمان كام سنة، وقبل ما ده يحصل ليو محتاج يأمن بيت جديد. في الدور اللي فوق في مبنى التحكم الرئيسي، أعلى نقطة في عالم الجوراسي واللي بقت دلوقتي مخبأه الخاص، ليو بيفتح لوحة المحاكاة وبيبدأ يوزع نقطه زي العادة. بيحط الأول كل نقط الجينات اللي حوشها في الكام يوم اللي فاتوا في جين البراكيوسورس، وفي لحظات جسم الاندومينوس ريكس بيتنفخ بوضوح وبيوسع قدام العين. طول جسم ليو بيستقر عند متر وواقف بارتفاع متر، وطول جناحاته بيقرب من متر،
ووزنه طن، وبكده بيخلي حتى الحوت الأزرق أكبر حيوان على وش الأرض يبان قزم جنبه. بس اللي بيفاجئ ليو بجد هو قدرة النمو اللي ملهاش حدود اللي اتفتحت بعد الترقية، ودي بتديه القدرة إنه يكسر كل الحدود ويكبر من غير نهاية. متر وطن دي البداية بس، وبعد ما رفع جين البراكيوسورس للآخر، ليو بيحول تركيزه لجين التيروسور، وبيرفع قدرته على الطيران الجوي للمستوى. سرعة الطيران بتزيد ل2000 كيلومتر في الساعة. النقط الجينية بتاعته خلصت، بس النتائج بتتكلم عن نفسها. في اللحظة اللي بعدها ليو بيفرد جناحاته اللي طولها 2000 متر بصوت قوي وعنيف، وبعدين بيطير للسماء بضربة قوية من رجليه اللي ورا، وبينطلق في السحاب زي الصاروخ. بيلف جزيرة إسلا نوبلار كلها في لفة واحدة سريعة، وبيسيب وراه سلسلة من الرياح المتفجرة. وفوق كل ده هو كسب قدرتين جينيتين جداد في الكام يوم اللي فاتوا: جين الباتشيسيفالوسور جمجمة كثيفة، وجين الباراسورولوفس انبعاث صوتي. الجمجمة الكثيفة بتاعت جين الباتشيسيفالوسور قوت جمجمة ليو نفسها، وبقت أتخن وأكثف وأصلب بكتير من الأول. أما بالنسبة للانبعاث الصوتي بتاع جين الباراسورولوفس، فبالرغم من إن ما طلعلوش العرف اللي على الراس، بس كسب القدرة إنه يطلع موجات صوتية ويتحكم بحرية في ترددها ونبرتها. استخداماتها واسعة جدا، من استقبال الموجات الصوتية واكتشاف السونار لحد استخدامها كسلاح صوتي. بيفتح لوحة إحصائياته: النوع إندومينس ريكس، إحصائيات الجسم متر في الطول، متر في الارتفاع، طن في الوزن. النقط الجينية لسه مش كفاية، وعمرها ما هتكفي الصرف ده كله. ليو بيكلم نفسه وهو بيطير: شكله كده هحتاج أسيب إسلا نوبلار واصطاد فريسة أكتر. وفوق كده مستوى حياته فضل متعلق في المرحلة به طول الوقت ده، وما عندوش أي فكرة لحد دلوقتي إزاي يتقدم للي بعد كده، أو إيه هو المستوى الجاي. ليو ما عندوش إجابة واضحة دلوقتي، بس قبل أي حاجة من دي في تهديد أخير في عالم الجوراسي لازم يتعامل معاه الأول: الموزاسور الصغير. استعد عشان تقابل ملكك. منطقة البحيرة الغربية في وسط عالم الجوراسي دي المياه المقفولة اللي الموزاسور محبوس فيها. على مدار الكام يوم اللي فاتوا الموزاسور بقى علقان أكتر وأكتر، والسبب بسيط: مفيش ولا إنسان جه يأكله من أيام، وكل ده كان من تخطيط ليو. جوع الموزاسور لفترة كفاية وقوته القتالية هتقل جدا، ومع تفعيل الميزة دي دلوقتي الوقت بقى مثالي عشان يخليه يخضع ليه. ليو بيطير وبيوصل قريب فوق منطقة البحيرة الغربية. تحت السطح اللي باين عليه الهدوء، المياه بتبدأ تلف وتتحرك، وبعدين في اللحظة اللي بعدها السطح بينفجر زي قنبلة أعماق، ومجموعة ضخمة من الفكوك المتوحشة بتطلع من وسط الرذاذ ومندفعة على طول ناحية ليو اللي بيطير فوقيها. ولما جسمه الضخم بيطلع كله من المياه، شكله الحقيقي بيبان: الموزاسور العملاق اللي طوله بيعدي 2000 متر. ده بالظبط اللي كنت مستنيه. السمكة بلعت الطعم. ليو بيمد مخالبه المنجلية وبيمسك فكين الموزاسور اللي فوق واللي تحت، وهم مفتوحين على الآخر بقوة دقيقة. الموزاسور على ما يبدو ما توقعش الرد ده، بيعافر عشان يقفل فكه، بس قوة ليو أكبر منه بكتير. مش بس مش قادر يقفل بقه، لا ده جسمه كله دلوقتي محبوس في قبضة ليو. جه الوقت عشان تطلع على الشط، وفي الوقت اللي بيضرب فيه بجناحاته اللي طولها 2000 متر مرة تانية، جسمه الضخم بيسحب الموزاسور معاه بقوة صافية، وبيسحب الكائن اللي وزنه يقرب من طن وهو بيعافر والفوق، وبيرفعه بوضوح بره المياه. الموزاسور مرعوب تماما، وبيلف حوالين نفسه زي سمكة بتدور على هوا، بس قدام ديناصور اندومينس ريكس بقى أكبر منه بكتير. هو ملوش أي حيلة خالص. بوم! أخيراً ليو بيرفع الموزاسور الضخم عشرات المترات في الهواء، وبعدين بيرميه على الأرض الناشفة برمية قوية. في معركة جوه المياه، حتى مع ميزة حجمه، الموزاسور هيكون بره منطقته في العمق، وعشان كده الموزاسور هيفضل يمثل تهديد حقيقي ليه. بس في معركة في الهواء أو على الأرض، الموزاسور بيكون تحت رحمته. وحتى وهو على الأرض، الموزاسور بيستخدم حجمه الضخم عشان يعافر ويقاوم بعنف. ومش بعيد عنهم ريكسي وجراي والديناصورات التانية بيرجعوا لورا لما بيشوفوا المنظر، مرعوبين من الحجم الضخم للموزاسور والدمار اللي بيعمله. واللي مرعب أكتر هو ليو اللي بيتعامل معاه بمنتهى السهولة، ومش طويل قوي، والموزاسور التعبان بيهدى بالتدريج وطاقته بتخلص خالص وبيبقى تحت رحمة ليو تماما.
ساعتها بس ليو بينزل على الأرض وبيزقر بكل سيطرة فوق الموزاسور اللي يدوب بيتنفس، وبروح يدوب باقية ليه الموزاسور ما بقاش عنده أي طاقة يقاتل بيها. ما كانش قدامه خيار إلا إنه يستسلم لوجوده المسيطر والضخم. وأول ما الموزاسور بيستسلم، ليو بيرجعه تاني للمياه في منطقة البحيرة الغربية. حياته اتنقزت، وكهدية صلح ليو بيرميله جثة براكيوسور كانت باقية من وجبته، والموزاسور الجعان بيمزقها من غير تردد للحظة. طول ما أنا باكل أنت هتاكل وهديك حريتك. المحيط المفتوح بره أكبر بكتير من البحيرة الصغيرة دي. ومن خلال زئيره ليو بيوضح قصده للموزاسور. وزي أي ديناصور تاني هنا، الموزاسور كان محبوس في البحيرة الضيقة دي من يوم ما اتولد. ودلوقتي بعد ما شبكة الكهرباء في عالم الجوراسي اتدمرت والأسوار الكهربائية اتفصلت والحيطان اتفتحت، البحيرة الغربية بقت متوصلة دلوقتي بالمحيط المفتوح اللي بره. الموزاسور بيفهم وبيرد بصوت واطي بيرن مليان بحاجة ما تتوصفش غير إنها امتنان طالع من القلب. تحالف الجوراسي كده اتجمع بالكامل. ليو بيضرب بجناحاته وبيطير في السماء، وبيطلع زئير بينادي بيه كل عضو في تحالف الجوراسي عشان يتجمعوا تحت. في السماء فوق الكتازا الكواتلوس ومجموعة التيروسورات بيلفوا ويطيروا، وعلى وش المية الموزاسور بيطلع، وعلى الأرض نتاية الإندومينس جراي وركسي وجيجانوتوسورس وسباينوسورس وباقي الديناصورات آكلة اللحوم بتيجي طايرة بأقصى سرعة. شوف الحجم ده، الهيبة دي العودة الحقيقية لملك التنانين. في الكام يوم اللي فاتوا اتكون تسلسل هرمي جوه تحالف الجوراسي. ليو هو القائد الأعلى لكل الديناصورات، وتوج بالإجماع كملك تنين الجوراسي، وبكده بقى واخد أعلى رتبة موجودة. وبتيجي بعده في المرتبة التانية أخته جراي، وبعدين بيجي جنرالات التنانين الخمسة: الموزاسور والجيجانوتوسورس وركسي والكيتازا الكواتلوس والسباينوسورس، وتحتيهم فرسان التنانين التمانية. تحالف الجوراسي اتأسس رسمي، وصرخة حشدهم خلوا التنانين عظيمة من تاني. دينج، انت خلصت عالم الجوراسي. المكافأة نقطة جينية. أصوات تنبيه المحاكي بترن في ودان ليو. عالم الجوراسي تم المسح. ليو بيقف للحظة، وبعدين موجة معلومات بتدخل عقله وبتديله صورة أوضح بكتير للعالم اللي هو عايش فيه. العالم اللي هو فيه ده مش مجرد عالم أفلام الجوراسي، ده دمج بين أكوان أفلام وحوش كتير: صعود كوكب القرود، وهيجان، والسور العظيم، ومج، وكونج جزيرة الجمجمة، وجودزيلا. ديناصورات الجوراسي دي مجرد قمة جبل التلج. العالم ده أعقد بكتير من اللي ليو تخيله. يمكن عالم الجوراسي ده كان مجرد مستوى تعليمي للتدريب. كونج وجودزيلا وغيدورا ووحوش تايتان كلهم حقيقيين. دي مخلوقات ارتفاعها مئات الأمتار، ووزنها عشرات الآلاف بل ومئات الآلاف من الأطنان. حاجة تثير الاهتمام. ليو بيتقبل الواقع ده من غير تردد، وبيحس بموجة من الترقب لكل اللي مستنيه قدام. كل ما المستقبل يكون صعب كل ما يكون أحسن. وبالرجوع للحاضر، ال1000 نقطة جينية اللي كسبهم من شوية بيروحوا على طول لترقية جين التيروسور وجين باتشيسيفالوسورس وجين باراسورولوفوس اللي فاضلين للمستوى اللي بعده. جين التيروسور طيران سهل بيترقى لطيران صوتي، وقوة الجناح بتزيد 5 أضعاف، وسرعة الطيران بتوصل لماخ يعني كيلومتر في الساعة. جين باتشيسيفالوسورس جمجمة كثيفة، بيترقى الجمجمة حديدية وعظم فولاذي. الهيكل العظمي كله اتقوى بصلابة تنافس الفولاذ الصلب. جين باراسورولوفوس الانبعاث الصوتي، بيترقى للنبض الصوتي. الموجات الصوتية اللي طاقتها عالية واللي بتطلع من البق بتنضغط وبتندفع بأقصى سرعة، وده بيولد موجة صدمة قوية ومكثفة جدا. الترقيات الثلاثة للجينات بتخلص بسرعة ورا بعض، وده بيدي ليو قفزة تانية في القوة. وبعد ما حل التهديدات الداخلية وأسس النظام بقوة، ليو دلوقتي بيوجه انتباهه لبره. جه الوقت للتوسع. ممكن يلقي نظرة على إسلا سورنا الأول، وبعد لحظة تفكير هدفه الأول بيكون إسلا سورنا، الجزيرة الأخت الإسلا نوبلار. بيبلغ جراي، وبعدين بيتحرك لبره وبيطير على طول ناحية الغرب لإسلا سورنا. ورا إسلا نوبلار بيمتد المحيط الواسع من غير حدود. إسلا سورنا موجودة على بعد كيلومتر للغرب، بس بالنسبة لليو المسافة دي ما تاخدش غير كام دقيقة. وهو عالي في السماء ليو بيسرع بثبات، أسرع وأسرع، ومقاومة الهواء بتتراكم مع كل ثانية بتعدي.
الهواء المضغوط اللي بيتراكم قدامه بينقسم بقوة وبيتزق على جنب. موجات الصدمة بتتكون عند الطرفين، ودوي قوي ومتفجر بيشق السماء. اختراق حاجز الصوت، ومن غير شك ليو لسه كاسر حاجز الصوت وحقق طيران صوتي حقيقي. في نفس الوقت ده وصلت لإسلا سورنا فرقة استطلاع متقدمة تابعة لمونارك على كذا طيارة هليكوبتر بلاك هوك. جزيرة تانية في وسط اللامكان. أنا زهقت من الجزر. اللي بيتكلم هو قائد الفريق كونراد. كان في يوم من الأيام عامل في القوات الخاصة تابعة للقوات الجوية البريطانية، وفي سنة 73 سافر لجزيرة غريبة في جنوب المحيط الهادي، جزيرة الجمجمة. يدوب طلع من الجحيم ده عايش وكمل وانضم لمونارك. بس كونراد من وقتها شايل جواه خوف عميق ومتوحش من الأماكن اللي زي دي. بس المرة دي قيادة مونارك أمرته هو وزميله ويفر إنهم يقودوا فريق الاستطلاع المتقدم لإسلا سورنا عشان يمسحوا ويختاروا مكان للقاعدة العسكرية رقم 9. ريح أعصابك، دي مجرد مهمة مسح بسيطة، يدوب في أي حياة برية باقية في إسلا سورنا، ومفيش هنا حاجة زي جزيرة الجمجمة. ويفر نائب قائد الفريق بيحاول يطمنه. كونراد بيهز راسه باستسلام، هو موجود فعلا والشكوى مش هتغير حاجة. وبعد ما بيعملوا مسح شامل، الفريق بيأكد المكان اللي اختاروه في المياه الشرقية لإسلا سورنا. حلو قوي كده، يلا نرجع، خلصنا أخيرا. كونراد بيمسح العرق من على جبهته وبيقول، والأسباب هو مش قادر يفسرها، حاسس بشعور مزعج ومش مريحه. الفريق بيخلص تأكيد المكان، بيركبوا طيارات الهليكوبتر البلاك هوك واحد ورا التاني، وبيستعدوا يرجعوا ويبلغوا مونارك. بوم! ومن غير أي إنذار صخرة ضخمة بتطير في الهواء وبتخبط بقوة في واحدة من الطيارات البلاك هوك اللي يدوب لسه طالعة، وبتكسر المروحة بتاعتها. الهليكوبتر بتفقد الطاقة فوريا وبتقع من السماء وبتتحطم على الأرض بصدمة مدوية. إيه ده؟ إيه اللي حصل دلوقتي؟ ويفر بيصرخ وهو مصدوم من المشهد ده. ملك كينج كونج؟ كونراد بيتجمد مكانه كأن البرق ضربه وعينيه مبرقة ومش مصدقة. كينج كونج؟ ويفر كان محتار. كونج في جزيرة الجمجمة، إزاي ممكن يكون في إسلا سورنا؟ بس في الثانية اللي بعدها غريلة بيضة ضخمة بتطلع من الغابة، وكل عضلة فيها بتبان فيها القوة. ارتفاعها 8 متر ووزنها 30 طن. الغريلة البيضة بتقف على رجلين وبتخبط على صدرها بقبضات ضخمة وبتطلع زئير بيصم الودان. ده مش كونج، ده جورج، الغريلة البيضة، واحد من وحوش الهيجان الثلاثة اللي دمروا شيكاغو من سنة. جورج بيتعرف عليه فوراً وهو مذهول ومش قادر يتكلم. مونارك قضت أكتر من سنة بتطارد الوحوش الهيجين الثلاثة دول، وما خطرش على بال أي حد إنهم كانوا مستخبيين طول الوقت ده في إسلا سورنا المهجورة. لكل الوحدات، بلاك هوك وقعت، بلاك هوك اتحركوا للمساعدة. كونراد بيحافظ على هدوءه بالعافية وبينقل الأمر عبر اللاسلكي. في اللحظة دي وحش أكبر بكتير وأكثر رعباً بيطلع من الغابة، وده ديب مطحن، كل جسمه مليان بريش أسود غامق وحاد زي الإبر، وأطرافه الأربعة رفيعة وسريعة زي الفهد، ومخالبه زي الشفرات اللي بتلمع بحافة تخوف، وشوك خشن بيمتد على طول ظهره وديله زي القنفذ. طوله 15 متر وارتفاعه 5 متر عند الكتف، ووزنه 25 طن. تراجع. كونراد بيمسك أجهزة التحكم بتاعة بلاك هوك بنفسه وبيسحب الطيارة بحدة لفوق، وبيتجه ناحية الشرق ناحية المياه الساحلية. ولما بيشوف إن جورج ورالف مش بيطردوه، كونراد بياخد نفس بارتياح. بس في اللحظة اللي بلاك هوك بتوصل ليها لخط الشط، المياه اللي كانت هادية بتنفجر وبيطلع من وسطها بق تمساح ضخم جدا لدرجة إنه يقدر يبلع الطيارة كلها. تمساح عملاق أكبر من جورج ورالف مع بعض، طولها 30 متر وارتفاعها 5 متر ووزنها 100 طن. ويفر بيحس إن قلبه واقع في الأرض. جورج ورالف شموا المصل المتعدل البيولوجيا وهو بيتبخر لفترة قصيرة. طفرتهم كانت محدودة، بس ليزي بلعت إزازة كاملة من المادة دي. الطفرة بتاعتها في مستوى تاني خالص. فكوك ليزي المفتوحة والمتوحشة بتقفل على ديل بلاك هوك وبتقطعه خالص من الهواء. إحنا بنقع، استعدوا للخبطة. كونراد بيعزق، الموضوع ده باين مألوف بشكل يوجع. وبخبطة كبيرة بلاك هوك بتتحطم على الشط. المياه بتخفف شوية من شدة الخبطة.
كونراد وويفر بيفكوا حزام الأمان وبيشقوا طريقهم عشان يخرجوا من الحطام، بس يدوب بيطلعوا فوق السطح بيلاقوا جسم ليزي اللي عامل زي الجبل واقف فوقيهم. البق الضخم والمسنن ده على بعد بوصات بس من وشوشهم. في مواجهة وحش زي ده هم مش أكتر من نملتين فقط، وفي اللحظة اللي بيكونوا فيها متأكدين إنهم هيموتوا خلاص، سلسلة من طرقعة العظم بتنفجر ودوي اختراق حاجز الصوت في السماء البعيدة، وبيتدحرج زي الرعد العميق حتى من بعيد. في اللحظة اللي بيسمعوا فيها الزئير ده، كونراد وويفر بيحسوا كأن طبلة ودانهم اتطروشت. ليزي كمان بتطلع صوت متألم وبتلف بعيد عن الشكلين الصغيرين دول، وبتمرجح جسمها الضخم ناحية مصدر الصوت. ايه ده؟ وأول ما بيقدروا يفوقوا من الصدمة، كونراد وويفر بيبصوا لفوق وبيشوفوا ضل تنين مجنح ب4 رجلين بيقرب بسرعة خيالية. طول جناحاته 100 متر وبيعمل إعصار بيعوي على شواطئ إسلا سورنا مع كل خبطة جناح. ده ذكر الإندومينوس ليكس من إسلا نوبلار، ميراريز. الاتنين بيصرخوا في نفس الوقت وبيتعرفوا عليه فوراً. بالمقارنة بالفيديوهات اللي راجعوها قبل ما يمشوا، باين إن ميراريز كبر بشكل أكبر، وسرعة طيرانه اللي عملت دوي اختراق حاجز الصوت من الواضح إنها عند مستوى ماخ واحد. في العاصفة الشديدة، ليزي ورالف وجورج بينفجروا في زئير غاضب. بالنسبة لهم إسلا سورنا دي أراضيهم، والتنين ده غازي. التلاتة دول شكلهم مألوف بشكل غريب. اللي جاي ده ما كانش حد غير ليو اللي وصل لإسلا سورنا عشان يمسح الموقف. غريلة بيضة، ديب طاير، تمساح عملاق، دول الوحوش الهيجان التلاتة من فيلم رامبيج، وهم هنا في إسلا سورنا. يا له من توقيت مماثل. أنا عندي نقص شديد في نقط الجينات دلوقتي. الحيوانات العادية ما بتدينيش حاجة تقريبا. صيد الوحوش والحيوانات الأقوى بس هو اللي يقدر يكسبني نقط جينات حقيقية. الوحوش التلاتة دول شكلهم مليانين قيمة على الآخر، أكيد يساووا ثروة من نقط الجينات. ليو بيركز نظره الأول على أصغر التلاتة، جورج. بيطوي جناحاته جامد وبيغطس من السما زي النيزك، وظله المرعب بيبلع جورج بالكامل. جورج بيشوف الإندومينوس ريكس وهو بينقض عليه، فبيرمي عليه نفس الصخرة الضخمة اللي استخدمها عشان يضرب المروحية على جمجمة ليو على طول. ليو ما بيتفاداش الخبطة، بيسيب الصخرة تخبط فيه. بيطلع صوت طرقعة عالي، والصخرة بتتحطم لما بتخبط. جمجمة ليو المتقوية بقدرة الجمجمة الحديدية والعظم الفولاذي لجين الباكيسيفالوسور بتمتص الضربة بالكامل من غير ما تتخدش خدش واحد. في اللحظة اللي بعدها بتنطلق مخالب ليو المنجلية اللي بتلمع بضوء بارد، مستغلة القوة الكاملة للغطسة بتاعته، وبتنزل زي البرق ناحية رقبة جورج ورايحة على طول لراسه كأنها شفرة بتقطع فاكهة. جورج اللي كان عايش وبيقاوم من لحظة بيفقد راسه في ثانية، وجسمه المقطوع الرأس بيقع على الأرض. انت قتلت غوريلا فضية الظهر متحولة. نقط الجينات اللي كسبتها 1000. اكتمل تحليل الجينات. جين غوريلا فضية الظهر كثافة العضلات. جين القرش نمو ملوش حدود. جين الحوت الأزرق نمو سريع. جين الخنفسة 100 ضعف قوة انفجارية. 1000 نقطة جينات، غنيمة هائلة من غير شك. المكافأة ضخمة. اللي بيفاجئ ليو أكتر هو إن قتل جورج بيطلع 4 جينات حيوانية مميزة دفعة واحدة، وده تقريبا أكيد نتيجة المصل المتعدل وراثيا اللي عمل الطفرة. بس الغنايم ممكن تستنى لحد ما المعركة تخلص. هم بيتقتلوا، يلا نطلع من هنا دلوقتي. ومع تركيز انتباه الوحش الهايج دلوقتي بالكامل على ليو، كونراد وويفر بيحاولوا يهربوا من المعركة بشكل يائس. خبطة جناح واحدة بالغلط من أي مخلوق من دول وهتهرسهم زي النمل من غير تفكير. وبعدين رالف بينطلق بسرعة شبه سرعة الفهد، وبيقفل المسافة وبينط في الهواء بقفزة قوية، وبيضرب فكه على جسم ليو. عضة رالف المتوحشة ما بتقطعش حراشف ليو زي ما كان قاصد، بدل ده سنانه بتتكسر لما بتخبط كأنه عض حتة من الحديد الصلب. الهجوم بيفشل تماما. رالف بيمد أطرافه ال4 فورا زي القاتل المحترف، وبيمد غشاء جناحاته وبينط في الهواء وبيحاول يهرب بعيد، بس ليو مش هيسمح له يهرب. زقة قوية من رجليه لورا مع خبطة من جناحاته، وجسمه الضخم بينط من على الأرض. بينطلق مخلب من جلي واحد وبيمسك رالف من رجليه لورا. بشدة عادية واحدة جسم رالف الرفيع بيترمي على الأرض، وبعدين جسم ليو بينهار فوقيه وبيدوس بكامل قوته على راس رالف.
بيضربوا وزن بيعدي 500 طن دفعة واحدة، ورالف بيطلع صرخة ألم وبعدين بيبقى ساكن تماماً. انت قتلت ديب رمادي متحول، حصلت على 3000 نقطة جينات. اكتمل تحليل الجينات. جين الديب الرمادي، تعزيز القدرة على التحمل المستوى الأول. رالف بيدي نوع جينات أكتر من جورج، وشايل كمان جينات حيوانية مدمجة أكتر. وقبل ما ليو يلحق حتى ياخد نفسه، بتقرب منه أخيراً ليزي الضخمة، بس حركتها بطيئة. دي مش ضخمة بس، قوة هجومها ودفاعها هما الاتنين جبارين. الفكوك دي بقوتها المرعبة تقدر تهرس دبابة. الصفائح العظمية الداخلية لجسمها تقدر تتجاهل أي سلاح بشري عادي بسهولة. القضاء عليها مش مهمة سهلة خالص. في اللحظة اللي بتقرب فيها، ليزي اللي بتبان بطيئة فجأة بتلف ديلها، والجزء اللي فوق من جسمها بينطلق لقدام زي فخ ملفوف. اندفاع مذهل. ليو بيحس باندفاع هوا بيضرب وشه من قدامه على طول. فكوك ليزي الضخمة بتتفتح بزاوية مجنونة ورايحة على طول ناحية حلق ليو. لو الفكوك دي وصلت لهدفها وتبعت ليزي بحركتها المميزة لفة الموت، العواقب هتبقى كارثية. بس رد فعل ليو أسرع. حسه النفسي بيستشعر حركة ليزي قبل ما تبدأ أصلاً. بيثبت قبضته بدقة على فكها اللي فوق واللي تحت، وبعدين بيفرقهم بالقوة. ليزي اللي حس بالخطر بتعافر في حالة من الذعر، بس الأوان كان فات خلاص. بقها اتمزق بالكامل من الزاوية، واتمزق لدرجة إنه مش هيقدر يقفل مرة تانية. ليزي بتصرخ صراخ ألم، جسمها الضخم بيترعش بيأس، وساعتها بس بتقدر تتحرر من قبضة ليو. ليو بيقرر إنه يهاجم على طول عشان يدمر ليزي من الداخل، وبيستخدم قوة الصدمات المتكررة والرميات عشان يستهدف عظم ليزي من الداخل. بعد أكتر من 10 ضربات بكامل قوته ورميات على الأرض حواليهم بقت مليانة حفر ومتكسرة بشكل ما يتعرفش عليه. ليزي فقد الوعي تماماً. كل عظمة في جسمها تحولت لتراب، وجسمها بقى طري ومستسلم تماماً. انت قتلت تمساح أمريكي متحول. نقط الجينات اللي كسبتها 10,000. اكتمل تحليل الجينات. جين تمساح أمريكي، درع من حراشف عظمية المستوى الأول. يا لها من غنيمة. 3 وحوش من رامبيج وقعت. 14,000 نقطة جينات دفعة واحدة. مبروك، انت خلصت رامبيج. المكافأة 3 مصالح متحولة جينياً. المصل المتحول الجيني اللي طورته شركة تكنولوجيا جينية في فيلم رامبيج بيدمج كذا جين حيواني مع بعض، وبيحفز طفرة جينية في المخلوق اللي بياخده. بيرن صوت تاني من جهاز المحاكي في ودن ليو. مصل متحول جيني. عينين ليو بتنور. ده شيء مفيد بجد، مش إنه محتاجه لنفسه. الجينات الحيوانية في المصل دي مش حاجة نادرة بالنسبة له. المعركة بتخلص والتراب بيهدى بالراحة. ليو بيلاحظ أخيراً كونراد وويفر على الأرض تحته، بنفس الطريقة اللي الإنسان اللي ماشي في الشارع ما بيلاحظش النمل تحت رجليه. ليو كان مشغول في القتال ومركزش معاهم، بس البشريين دول شكلهم مألوف بشكل غريب. مش دول لوكي وكابتن مارفل؟ ليو بيدرك بسرعة إنهم مجرد شخصين عاديين، بس في كمان طيارة هليكوبتر بلاك هوك واقعة قريب منهم، ومطبوع بوضوح على جسمها شعار على شكل قمع مقلوب، مونارك. ليو بيتعرف عليه دلوقتي. البشريين دول من مونارك، منظمة تتبع الوحوش في عالم الوحوش. مونارك بتعمل إيه في إسلا سورنا؟ هل بيتعقبوا الوحوش ال3 الهيجين، ولا الهدف هو ليو نفسه والديناصورات الجراسية؟ في كل الأحوال ليو ما عندوش أي نية إنه يسمح بمراقبة بشرية في أراضيه، ومونارك مش استثناء. كونراد وويفر بيقدروا يقوموا من على الأرض المليانة حطام عشان يمسكهم برد مفاجئ بيخترق العظم، ولما بيرفعوا راسهم بالراحة بيلاقوا عينين التنين الحمراء المخيفة بتبصلهم على طول، وبعدين بتنزل رجل شبه عمود واقع وبتهرسهم زي النمل. ليو بيفتح لوحة الإحصائيات بتاعته. الاسم ليو. إحصائيات الجسم: طول الجسم 30 متر في الطول، 15 متر في الارتفاع، 1000 طن في الوزن. زي ما توقع، طول الجسم والارتفاع ما تغيروش، بس مع زيادة كثافة العضلات بشكل هائل وزنه اتضاعف وعدى 1000 طن، بجانب قوة مضاعفة 1000 مرة. قوته الانفجارية القصوى بتوصل دلوقتي ل1,000,000 طن. ضيف على ده التجدد السريع. طول ما جسمه مش متدمر بالكامل يقدر يشفي ويتجدد بسرعة مع الوقت. عدد الجينات الحيوانية المدمجة لحد دلوقتي مستمر في الزيادة عشان يوصل مجموعها دلوقتي ل18.
ومن هنا ورايح أولوية الترقيات لسه بتميل ناحية تعزيز الهيكل الجسدي للجين الأساسي. ده هو الأساس للنمو الحقيقي للقوة، ومع أكتر من 10,000 نقطة جينات متبقية، ليو بيكمل يضخ في النمو اللي ملوش حدود عشان يوسع حجم الجسم ويبقى أكبر في الحجم. وكل جزء من جسم الإندومينوس ريكس بيعدي بموجة انفجارية تانية من النمو. طول الجسم بيوصل ل50 متر، والارتفاع بيعدي ل25 متر، والوزن بيوصل ل5000 طن، وده بيعادل سفينة حربية عادية من فئة المدمرات. بيتم توزيع نقط الجينات المتبقية اللي بتزيد عن 5000 على درع فولاذي للجلد، وعضلات متقوية للعضلات، وجمجمة حديدية وعظم فولاذي للهيكل العظمي، واسنان قرش فولاذية للأسنان، ومخالب منجلية فولاذية للمخالب. بيتم ترقيتهم كلهم بالدور، وأول ما نقط الجينات بتقرب تخلص، ليو بيرجع للحاضر، بيعمل مسح كامل لإسلا سورنا، وبيلاحظ حياة برية قليلة جدا باقية، بس النظام البيئي العام للجزيرة لسه سليم لدرجة معقولة. ومن غير تدخل بشري، بيئة إسلا سورنا مناسبة جدا عشان الديناصورات تزدهر وتكبر. ليو بيخطط يأسس الجزيرة دي كقاعدة عمليات تانية ليه. الوقت عدى، السما بدأت تضلم من غير ما يلاحظ. ليو ما بقاش في إسلا سورنا أكتر من كده. فرد جناحاته اللي بيوصل طولها دلوقتي 150 متر من الطرف للطرف، وفتحها بخبطة قوية وانطلق مرة تانية في الهواء، وهو شايل جثث الوحوش ال3 الهيجين، وراجع لجزيرة نوبلر.